السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير كما كتشاهدوا الفيديو. نلقاكم فيديو في اتم الصحه والعافيه. اليوم بنقترح لكم ميني كيك كيجي زوين بزاف، ان شاء الله جربوا ما يعجبوكم. بلا ما نطول عليكم الفيديو دخلوا لطريقه التحضير. عندي بالنسبه للمكونات، عندي هنا كاس الا ربع ديال الحليب، عندي 2 كيسان ديال العنبه ديال الدقيق كيف كتلاحظوا معايا. هنايا عندي نص كاس ديال الزيت، كذلك السكر سنيده، عندي كاس الا ربع، وجوج بيضات، جوج خمارات، وفانيلا، وكذلك هاد الفراوله. هادو هما المكونات اللي نخدموا بهم ان شاء الله. الميني كيك ديالنا الطريقه راه سهله بلا ما تسرعوا الفيديو. هاد الميني كيك كيجيو زوينين بزاف ورطبين خفاف. كيف كتلاحظوا معايا هنا درت جوج بيضات ودرت معاهم داك كاس الا ربع سنيده والفانيلا. غادي نخلطوهم مزيان بالفوي اولا الطراب الكهربائي اللي عندكم، اللي توفر عندكم. المهم نطلعوا مزيان داك البيض والسكر تيذوب السكر. غادي نضيفوا داك الزيت النباتيه. راني كنسرع الفيديو باش ما يجيكمش طويل. غادي نبقى نخلطو مزيان تيولي عندنا خليط ابيض. غادي نضيف هنا الحليب، غادي نضيف دابا الدقيق 2 كيسان، كذلك الخماره جوج خمارات 8 غرام. غادي نخلطو مزيان. الفران شعلتوها البنات من قبل وانا كنحضر معكم الكيك الميني كيك. غادي ندخل مزيان الدقيق في هذاك البيض والسكر والزيت والحليب. هنا دابا غادي نضيف النكهه ديال الفراوله، نضيف حسب اللون اللي بغيت انايا. اذا عندكم ملون غذائي احمر حتى هو ضيفوه. انا ضفت شويه حتى تحصلت على اللون اللي بغيت. دابا غادي نديرو في القوالب الفرديه. غادي ندهنوا البنات القوالب ديالنا بالزبده فقط. يمكن ترشوهم بالدقيق ماشي مشكل، ما غاديش يلصقوا بحال. انا درت غير دهنتهم غير بالزبده صافي. الفران شعلته كيف قلت لكم من قبل يكون سخون. غادي نعمر هاد ليمول، ما غاديش نعمرهم حتى الفوق حيت مازال غتطلع الخميره فيهم. نعمروا غير النص ديالهم صافي. غادي نوضعهم في الفرن دابا يكون سخون من قبل حتى غادي نشعل غير من التحت البنات، نشعل غير من التحت يطيبوا وصافي. غادي نخرجوهم. دابا غادي ندوز باش نحضر الكريمه. راه كيجيو زوينين بزاف هاد الميني كيك، كيجيو رطبين وخفاف. بالنسبه للكريمه عندي هنايا كاس وربع ديال الحليب، كاس العنبه تقريبا، كاس عنبه وربع ديال الحليب. عندي 2 معالق كبار ديال مايزينا نشا الذره. غادي نوضع معلقه كبيره ديال الدقيق الابيض. غادي نخلط مزيان المكونات. غادي نضيف هنايا النكهه ديال الفراوله، نضيف كذلك الملون الغذائي باش يعطيني اللون تنحصل اللون اللي بغيت. غادي نوضع الكل فوق النار مهيله، نبداو نحركوا البنات حتى تعقد لينا الخليط ولي كريمه. ديك الساعه غادي نزينوه بها هاد الميني كيك ديالنا. الكريمه كتجي زوينه حتى اللون ديالها جا زوين صافي. غادي نوضع في كيس في جيب حلواني. غادي نزين بها بحال هكا، تزين حسب الرغبه ديالكم نتوما. غادي نستمر هادشي باش نكمل الميني كيك ديالي كاملين صافي. غادي نزينهم وشكل اخر غادي نزينو بالكريمه، ما غاديش ندير ليها الملون، نخليها عاديه. زينتها باكده بالتفاح والكيوي. كتبقى لكم الاختيار في التزيين. هذا هو الشكل النهائي ديالهم، كيجيو زوينين بزاف. كيف قلت لكم التزيين حسب الرغبه ديالكم، وان شاء الله تجربوا يعجبوكم. وما تنسونيش بلايك البنات الفيديو. وشكرا لكم بزاف ونتمنى تكونوا بخير وعلى خير، ونتلاقاو في فيديو جاي ان شاء الله.